عمرك سألتي نفسك ليه حياتي مش بتتغير؟ مع اني كل شوية اقول هبدأ هتغير هبقى احسن، لكن بعد فترة بلاقي نفسي رجعت لنفس النقطة. الحقيقة ان المشكلة مش دايما في قلة الذكاء ولا قلة الحظ. اوقات المشكلة بتكون في حاجات بنعملها كل يوم من غير ما ناخد بالنا. السبب الاول، مستنية الدافع يجي. ناس كتير مستنية تحس بالحماس الاول، لكن الحقيقة ان الحماس بيجي بعد ما بنبدأ مش قبله. ازاي مثلا؟ يعني انا مستنيه اتحمس ان انا اقوم مثلا اشتغل اي شغل انا بحبه، اعمال يدويه، اي حاجه، انزل شغل. عايزه الحماس يجيلي عشان اروح اقدم على انترفيو. بالعكس، انتي لو رحتي وقمتي ولبستي ونزلتي تقدمي على الانترفيو، وانتي حتى في رايحه هيبقى عندك الحماس، وانتي قاعده بتتكلمي هيبقى عندك الحماس، وبعد ما تتقبلي حماسك هيبقى مليون. عشان كده ما تستنيش ان انا اتحمس الاول فاقوم. لا، قومي وانتي كسلانه، قومي وانتي تعبانه، اضغطي على نفسك وقومي. عارفه ساعتها الحماس هيبقى عندك لفوق لما تنجحي، لما تتوافق عليكي، لما اول شغل ليكي ينزل. ما تستنيش الحماس، انتي روحيله. والسبب التاني، انك بتقارني نفسك بالناس. كل ما تفتحي السوشيال ميديا تشوفي ناس ناجحه فتقولي انا متاخره. ليه كده؟ انا ليه قاعده؟ انا ليه نايمه؟ انا ليه كسلانه؟ انا ليه مش زيهم؟ هم شغالين، هم بينجحوا، انا مش عارفه انجح ليه؟ هو انا فاشله؟ اوعي تقولي لنفسك الكلمه دي. اوعي تقولي لنفسك انا فاشله. اوعي تقارني نفسك باي حد. على فكره احنا مش شايفين حياتهم. كل ده عشان التصوير. انتي لما بتيجي عايزه تتصوري بتلبسي اشيك طقم عندك، بتعملي ميك اب حلو، بتظبطي نفسك وتبسطي نفسك وتقفي قدام الكاميرا تضحكي، برغم انك جواكي بلاوي وقرف وزعل واحباط. فهم بيعملوا كده، بيبقى عندهم الدنيا كلها متلعبكة، وبتقف قدام الكاميرا وتوريكي الموبايل ال17 وتوريكي الذهب وتوريكي الفيلا اللي في الساحل وتوريكي كل حاجة، وتبين لك ان هي مبسوطة وسعيدة. انت اصلا مش عارفة الحاجات دي حقيقية ولا لا. على فكرة في ناس كتير موجودة كمان على اليوتيوب قعدوا يصوروا حاجات كتير وهي اصلا مش بتاعتهم، وتفتكر ان هي بتاعتهم، وفي الاخر اكتشفنا ان مفيش حاجة من دي بتاعتهم. صدرولك الوهم، خلوكي اكتئبتي، خلوكي اتضايقتي، خلوكي اتقفلتي. عارفه تقارني نفسك امتى بالناس دي؟ لما اقول طب انا هقوم وهشتغل وهنجح وهبقى احسن منهم. اما ان هم يحبطوكي، اوعي خليكي فاكره 100 مره ان انتي ممكن تكوني احسن منهم 100 مره. المقارنه بتخليكي واقفه في مكانك. متقارنيش نفسك بحد، والله انتي احسن من الكل. السبب التالت، عايزه تغيري كل حاجه مره واحده. اللي هو هاكل صحي، هنزل جيم، هجري، هلبس حلو، هظبط مكياجي، هظبط حياتي، هبر والديني، هعمل. كل ده ما ينفعش مرة واحدة. كل دي حاجات بتيجي بنظام. اول حاجة هتبدأ نظام جديد، تعملي اهداف جديدة، روتين جديد، وواحدة واحدة نمشي على حاجة حاجة بالراحة، عشان مش بعد كام يوم تتعبي. يعني انا عايزه اكل صحي وعايزه انزل جيم وعايزه اعمل كل الحاجات دي، ماشي، واحده واحده. هبدا مثلا هروح اقدم في الجيم، وهبدا مثلا ان انا هظبط اكلي واحده واحده واشوف ايه النتائج. بدي نفسي مثلا 3 شهور 6 شهور ان انا اشوف نفسي اتغيرت ولا لا. ما تبدايش حاجه تانية معاه. يعني مش في نفس الوقت هروح افتح مشروع، وفي نفس الوقت هروح اجهز نفسي، وفي نفس الوقت لا، واحده واحده، بنبدا بحاجه حاجه عشان نكملها للاخر. معانا بقى السبب الرابع، وهو الخوف من الفشل. في ناس بتخاف تبدأ اصلا عشان خايفة من الفشل، مش لان هي مش قادرة، لكن هي خايفة. انا مش قادرة ان انا ابدأ، لا، انا خايفة ابدأ، انا خايفة من النتائج اللي هتحصل، خايفة من ايه اللي هيحصل لي، إيه، خايفة من الوجع اللي بحس بيه كل مرة. مع ان انت عارفة ان الوجع اللي انت بتحسي بيه كل مرة ده بعده بيعدي فترة وبتبقي مش حاسة بحاجة خلاص. انت اكن الوجع اللي حسيت بيه ده اكنه ما حصلش، او يعني مش فارق لي. طب وليه؟ طب ما انا اجرب حتى لو غلطت واتوجعت، بس ممكن احقق حاجة المرة دي. الكلام ده مش بقوله لكم انتوا بس، الكلام ده انا كمان بقوله لنفسي كل يوم. والسبب الخامس وهو جلد الذات.
بقعد اجلد نفسي على كل غلطة صغيرة او كبيرة، بخلي نفسي تتضايق واتكلم مع نفسي كلام قاسي. ما ينفعش ان انا اعمل كده، ما ينفعش كل شويه اقول لنفسي انا فاشله، ما ينفعش كل شويه اقول لنفسي انت مش عارفه تعملي حاجه، ما ينفعش اقول لنفسي انت ما بتكمليش حاجه. الكلام الايجابي دايما هيخلي طاقتك احسن، هيخليكي تقومي تنجحي وتعملي وتشتغلي وتبدأي. محدش بيتغير في يوم، ومحدش بيصحى الصبح يلاقي نفسه نسخة جديدة من نفسه. التغيير الحقيقي ممل وبطيء وصغير جدا في البداية. دي نقطة قوية جدا لازم تركزي عليها. محدش بيتغير في يوم، ومحدش بيصحى الصبح نسخة جديدة. التغيير ممل، بس لو انا مش عندي شغف للتغيير، خلي عندي شغف وحب للتغيير. عايزة انا اللي اتغير من جوه، عايزة انا ابقى كويسة، عايزة انا تبقى حياتي كويسة، عايزة احب نفسي. لو حبيت نفسي هتبقى حياتي احسن. لو حاسة ان حياتك واقفة ما تنسيش وما تستنيش. يعني ايه؟ ما تنسيش الحاجات الحلوة اللي بتعدي بيها، والحاجات الحلوة اللي عديتي بيها، وان انا ممكن اصنع حاجات جديدة اعدي بيها. ما تستنيش نسخة مثالية منك، تستنيش ان انت تكوني احسن عشان تبدأي. ابدأي بخطوة صغيرة النهاردة، خطوة واحدة بس، وبعد سنة شوفي انت ايه اللي اتغير. خطوة واحدة ابدأي بيها دلوقتي، عشان على الاقل السنة الجاية تقولي انا حققت كذا السنة دي. شوفنا فيديوهات كتير لبنات كتير كتبت الحاجات اللي حققتها في اخر السنة، عايزين احنا كمان نبقى منهم ونبقى احسن منهم كمان. نشجع بعض. واكتبيلي في التعليقات ايه الحاجة الوحيدة اللي نفسك تبدأيها من زمان. وبس كده، وخلص الفيديو بتاع النهاردة. كانت معاكم نورس. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وتكتبولي في الكومنتات انتوا بجد عايزين تبدأوا ايه. السلام عليكم.